من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا ولا نصيرا معينا. وصلوات ربي وسلامه على سيد البشر على النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى التابعين والصحابة والأزواج ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم يا رب العالمين. فخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما وحضاك من مصحف التهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا بالعقم. أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم. ولا تزوجت بعد كنت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصوم. إننا معاشر السادة الأعزاء وبعد فصل الخطاب على موعد بلقاء مع معجزة الإسراء والمعراج بهذه الذكرى والتي تحدث في 27 من شهر رجب الحرام الذي يعد من الأشهر الحرم. وهذا الشهر له مزايا عديدة كونه من الأشهر الحرم الأربعة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. هذا هو التاريخ الإسلامي يعني التقويم الهجري. وكذلك التقويم الميلادي أيضا تجد فيه يعني 12 شهرا في السنة يعني 565 يوم وقد 365 يوم كونا على حسب السنة الكبيسة والسنة البسيطة يعني الزيادة على في علم التوقيت. نحن إذا مع معجزة الإسراء والمعراج بين الرحلة الأرضية والرحلة السماوية. إن الله اختص هذا النبي الأمين بمزايا وخصائص لم تكن لغيره من الأنبياء والرسل على تعدادهم وعلى كثرتهم. فاصطفى من الأنبياء أولي العزم واصطفى من أولي العزم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكانت له معجزات كبيرة. جاءت هذه المعجزة التي هي الإسراء والمعراج من بين سائر معجزته الظاهرات والخالدة التي هي القرآن. ولتعلم أن هذه المعجزة جاءت نتيجة التعرض للأحزان وتكبل المشقات التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم أثناء موت عمه أبي طالب الذي كان يناضل عنه ويدافع عنه. ومع ذلك لم يضمن له دخول الجنة. قال الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق وهداية الإرشاد. مات عمه أبو طالب وماتت خديجة زوجه. هذه هي اللغة الفصيحة في الزوجة زوجه. إلا في علم الفرائض فإنه يفرق بين الزوج والزوجة بالتاء ليظهر الفرق بين الذكر والأنثى. والزوج هذه هي اللغة الفصيحة. زوجه خديجة رضي الله عنها التي تزوجته وضحت بمالها بعدما لمست فيه الخير ولمست فيه البشارة ولمست فيه الأمانة حتى سموه بالأمين. والحق ما شهدت به الأعداء. زوجها عام 25 عاما وكانت من 40 سنة تزوج خديجة. وهذه خديجة توفيت بعدها تزوج عائشة ومات كل أولاده ما عدا فاطمة الزهراء التي بقيت بعدها. وكل أبنائه من خديجة سوى إبراهيم فهو من ماريا القبطية التي أهداه إياها النجاشي وصحمة النجاشي ملك الحبشة وهي المعروفة حاليا بإثيوبيا. مات عمه أبو طالب وماتت زوجته خديجة حتى أراد الهجرة للطائف وقرر أن يهاجر إلى الطائف. والطائف الآن كلها يعني نبات وأشجار وبساتين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة سيأتي يا زمن يا معاذ سترى ما هذه الأرض قد ملئت جنانا وعد ذلك من أشراط وعلامات الساعة الصغرى. إذا قلنا لما أراد الهجرة إلى الطائف تعرض للدسيسة
الفداء الجسدي حتى رموه وأنبوه بالحجارة. وبعد ذلك وهناك تلاقى والتقى مع عداس النصراني من يونس بن متى النبي والرسول الذي آمنت به كل أمته الوحيد، التقى به هناك وتعرض للضرب بالحجارة وكذا، ثم قال تلك الدعوة الشهيرة ولها مرجع آخر، دعوة هزت التاريخ بأجمعه وقامت لها الدنيا ولم تقبض، جاءت هذه معجزة الإسراء والمعراج تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لتعلي من مكانته ولكي يريك ربك من آياته العظمى. أنت الذي ناداك ربك مرحبا، أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول المادحون وما عسى أن تجمع الكتاب من معناك. صلى عليك الله يا علم الهدى، مشتاق إلى مثواك. ومنطق الدين بالتصديق صدقه ذكرا ومنطق العير والجبل كما قال الشقراطيسي. هذه المعجزة الظاهرة معجزة الإسراء والمعراج باختصار مفيد جدا. نمر على بعض اللحظات وبعض المشاهد المهمة فيها كي لا نطيل الذكرى لأن الكلام عنها طويل جدا، فيمكن أن نركز على ما هو مفيد. وكما يقول المثل: يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ويكفي من المسوار أو السوار ما أحاط بالمعصم. المعصم هو هذا، يكفي منه هو اللي يكون اللي جات له صف. وكذلك القلادة وهي السلسلة وكذا فقط يكتفي بالحق، يكتفي بالمفيد فقط. أما الزيادة ما عندك ما دير بها، يعني يحرم خلي داك الشيء اللي هو مفيد. هذا مثل يضرب في مثل هذه الأمور. يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق ومن السوار ما أحاط بالمعصم. إذا هنا سنطبق هذا المثل العربي الشهير الذي جمعه ابن الميداني في مجمع الأمثال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ام هانئ، وقيل في بيت في حجر عائشه المكان الذي دفن فيه، وقيل كذا وقيل كذا، اشياء كثيره. لكن على جناح السرعه جاء البراق وهو دابه فوق الحمار ودون البغل، يعني اقل من البغل وفوق الحمار شيئا. كان يعبر عنه بالنغل، اللي هو يسمى البراق. البراق صعد وركب عليه جبريل بصحبه النبي صلى الله عليه وسلم في المسيرة الليلية، وهناك من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى. وكفى هذه معجزة، لأن المعجزة هي الأمر الخارق للعادة المقرون بدعوى الرسالة المتحدى به قبل وقوعه، الذي يبغي معارضته عن الاتيان بمثله. هذه هي المعجزة. وهناك الكرامة للأولياء، قيل ما صح أن يكون كرامة للولي صح أن يكون معجزة للنبي. إذا انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في أشد من البرق، من ضربات البرق، إلى البيت المقدس، إلى القدس الأقصى، يعني باركنا حول إيليا، كانت تعرف إيليا وهي فلسطين. ذهب هناك وأناخ بالبعير إلى الأماكن التي تناخ بها ناخذ على الأنبياء والرسل وكذا. هناك كل شيء، يعني واحد وتيد باش ربط البراق ديالو، ربط البراق هناك ثم تقدم إلى بيت المقدس في المسجد إماما، فقدمه الأنبياء والرسل تقديم مخدوم على خدم، كما قال الإمام البصيري، أي تقديم المخدوم على الخادم، لأن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر على سائر الكواكب، أو كفضل أنا على سائر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كفضل الشمس إلى غير ذلك. إذا فضل المخدوم على الخادم قدمه الأنبياء والرسل تقديم مخدوم كتقديم المخدوم على الخدم. يعني سيد الناس يعرفون، لكن فضل المخدوم مقدم على فضل الخادم. فقدمه عيسى وقدمه الرسل كلهم، صلى به إماما، تقدم يا محمد فأنت الإمام. صلى بهم إماما، والإمامة على ثلاثة أقسام. هناك إمامة الصلاة، وعرفها إمام الحدود بن عرفة، هي صفة حكمية اعتبارية غير مادية وغير محسوسة.
لا ترى بالعيان، صفة حكمية توجب لموصوفها هذا الإمام كونه متبوعا لا تابعا، بمعنى غيره يتبعه ويقتدي به، هم يقتدون به. هذا هو الإمام، إمامة الصلاة الأول، ثم إمامة الوراثة التي تكون عند الأنبياء، يرثون منهم، لا يورثون دينارا ولا درهما وإنما ورثوا منهم العلم. ثم الإمامة العظمى تأتي وهي إمارة المؤمنين، وهي من إحدى الثوابت الوطنية والدولية الأربعة. إذا تقدم النبي في هذه الإمامة، قدم إماما بأنه كان إماما للصلاة، وكان إماما للإمامة العظمى، وكان إماما وارثا لله سبحانه وتعالى وعن الرسول المتقدم، فجمع كل الإمام وتصرف بتصرفات مختلفة كما ألف بعض الناس هذا الكتاب، تصرفات الإمام والمأمون. صلى به الإمام ثم صعدت به الصخرة وخرج وقد صعدت به الصخرة حتى جعله جبريل على جناحه وعلى أجنحته فطوى به السبع طباق. إن الله خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. ربما قد يقول قائل السماوات مذكورة في القرآن بأنها 7 سماوات، لكن أين هو الدليل على وجود 7 أراضين؟ هذه الآية تنص في ذلك. خلق السماوات ومن الأرض مثلهن، أي ومن الأرض مثلهن أي مثل السماوات، إذا السماوات 7 والأراضين 7، هذا هو الدليل. طوى بأجنحته 7 طباق حتى حمل في السماء الأولى فوجد آدم أبو البشر الأول، فقيل من أنت؟ قيل ومن معك؟ قيل محمد صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا بك أخي وابن أخي وكذا إلى غير ذلك. والسماء الثانية كذلك، فقيل مثل ما في الأول، إلى أن وصل إلى الرابعة فوجد إدريس وكان يعمل خياطا، ابنته والحطير كان يعمل خياطا. ثم كذلك أيضا إلى يوسف عليه السلام في الخامسة أو في السادسة، وأعطي شطر الحسن أي نصف الجمال، لأن الجمال كله مفرق على الناس، بينما يوسف نصف، والنصف الآخر قال سيدنا يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكريم ابن الكريم إلى غير ذلك، وصولا إلى آدم عليه السلام. أيها السادة الأعزاء، هنا إلى السماء السابعة، وهنا إبراهيم عليه السلام جدنا وخليل الرحمن، فقال له بلغ أمتك مني السلام. وهنا تأتي لفظة التشهد والسلام، يقال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم. هذا هو المنشأ من هذه اللحظة ومن هذا المنظر، لأنه قد أمره بأن يبلغ أمته منه السلام، فجاءت التحية لله مقرونة بالرسول صلى الله عليه وسلم مع الله سبحانه وتعالى ومع إبراهيم عليه السلام، لأنه وجدنا هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. ثم إلى سدرة المنتهى، وقال جبريل أيتكم الخير خليله هنا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما تقدم إلى سدرة المنتهى أنا لو زدت لاخترقت وأنت لو زدت لاحترقت. معنى اختلط فرأى من أمره عجبا، ورأى من أمور الدنيا وأشكال وألوان لا تذكر على سبيل اللسان، حتى أوحى الله سبحانه، حتى رأى الله سبحانه وتعالى على صورته الحقيقية. الكافرون هم الذين لا يرون الله أبدا، أما المؤمنون فثبتوا في حقهم في الآخرة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى على صورته الحقيقية كما رأى جبريل المرة الثانية، وهذا بعدما شق صدره للمرة الثالثة، شق صدره 3 مرات. رأى هنا جبريل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، آخر ما يصل إليه الخلق، يدخلها 70,000 ملك لا يعودون إليها. الملائكة أجسام نورانية تعبد الله لا تأكل ولا تشرب وإنما تسبح وتعبد الله على الإطلاق، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها السادة الأعزاء، ألا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، استغفروه يغفر لكم واشكروا له يزدكم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حق حمده، وما كل نعمة إلا من عنده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه القائمين بأمور الدين من بعده. وأنت تختلط السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم، قال الإمام البصيري كيف تلقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سبع.
الإمام أبو حنيفة حدث كثيرا وأنشد من أجل هذا. الإمام أحمد شوقي رائد النهضة الأدبية تكلم الشعراء كثيرا وتكلم الأدباء، وكل من بأقطاب وأصقاع الأرض زمكانيا من كل حدب وصوب تكلم عن هذا الأمر. ولكن من كان في قلبه شيء أو شبهة أو شبيبة أو شآليب بعض الشآليب إلى التردد، فربما يحصل له ضعف القلوب وضعف الإيمان، وقد ينكر هذا الأمر الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد الهجرة بسنة كما ذكرت سنة 621 للميلاد. فرضت الصلاة فجعلت 5 أداء 50 جزاء، في الجزاء 50. هبط النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الليلة، أصبح وتجمع الناس وأبو جهل الذي على رأس هؤلاء، فقالوا وسألوه أسئلة كثيرة متعددة، وأبو بكر الصديق يصدق أنه من هناك سمي لقب بالصديق تصديقا لهذا الأمر، لأن قال أنا لا أكذبك ولا، فسمي صديقا فلقب صديقا. وكذلك أيضا الناس ارتدت ضعاف القلوب نظرا لهذه المسألة لأنها غريبة ومسألة غير مألوفة وغير معهودة بين الناس، ولكن لما زوى الله سبحانه وتعالى وصور له بيت الله الحرام انه ذهب ليلا في طريق فلم يبصر ما بين الرحلة الأرضية والسماوية شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الصورة كلها مخططة وجلالا مرسومة أمامه، خريطة مبصر زكي شوفيان كذا 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 إلى آخره، فصدقه الناس فقيل ربما أزيدكم على هذا لأن الزيادة التي فيها فإن جيدة. قال هي عصاي موسى أتوكأ عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها منافع أخرى. إذا زادهم قال حتى إن هناك عيدا ستدخل كذا وكذا وكذا في وقت كذا، فلو أخبرتكم بأن خير الوالي يريد أن يغار عليكم يعني يدخل عليكم بجمعكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم لو أخبرتكم بكذا، وقالوا لا. فلما جاءهم الحجة والعين اليقين والبينة والقرينة، إذن هذه قرينة تثبت ذلك، فصدق من صدق وكذب من كذب. وقال أبو جهل كلمته وهو ملعون أبو جهل، قال كلمته معروفة لأنه من هؤلاء الجهال الجاهلية الذين كانت لهم الصدارة في المسألة وفي زيادة الناس. قال تبا لك ألهذا جمعتنا من أجل هذه الأمور تجمعنا؟ فتفرق الناس، لكن المسألة بقيت مؤسسة تاريخية يذكرها الناس مؤرخة غير مزيفة على الإطلاق دون شك ولا جدل ولا جدال في هذا. كانت الإسراء أولا ثم جاء بعدها المعراج ورجال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في هذه الأمور كثير يذكر لا يمكن التعبير عنه بموجز العبارة وبمقتطف الإشارة، فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع النبي العدنان سيد ولد عدنان بصحبته في الفردوس الأعلى، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها السادة الأعزاء، أصلي وأسلم على السيد البشير النذير السراج المنير من شكى له البعير معظم والغزل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والمرشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن العشرة المبشرة الكرام البررة طلحة وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة عامر بن الجراح والزبير بن العوام، وعن سائر الصحابة أجمعين وخصوصا الأنصار منهم المهاجرين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبته واجعلنا يا مولانا من المحشورين في زمرته، لا تخالفنا اللهم عن نهجهم ولا عن طريقهم ولا عن مجالهم يا أكرم المسؤول ويا خير المقبول. وصل اللهم قلته في أمر عبادك وبسطت يده في أرضك وبلادك، عبدك الخاضع لجلالك سيد الجلالة الملك محمد الإنسان صار. اللهم صل وسلم عليه، اللهم وفقه للخير وأعينه عليه، اللهم أحيي السنة وأمت به البدعة واجعله بأكرمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.
اللهم مولاي الحسن نباتا حسنا وبارك في سائر المسلمين العربية الشريفة. اللهم يا رب العالمين اجعل بلدنا هذا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احرس الاوطان وهدئ الاوطان. اللهم انصر اخواننا في مشارق الارض ومغاربها. اللهم يا رب العالمين اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. ومن اراد بالمسلمين والاسلام كيدا فاجعل سيفه في نحره واستطع عليه سيف انتقامك يا جبار يا عزيز يا قهار يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصر اخواننا الاطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرضع في فلسطين وفي سائر الاقطار في بلاد الاسلام والمسلمين. اللهم اجعلهم شهداء. اللهم اجعلنا معهم شهداء في الفردوس الاعلى. اللهم صب يدويهم وانذرهم بالصبر والسلوان والثبات والعزيمه. اللهم يا رب العالمين احفظهم من كل شر وبلاء، من كل البلاء والبلوات خارجين الارض والنازلين في السماوات. اللهم ارفع عنا كل بلاء ووباء. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا كما حمد سوى. ربنا ولا تحملنا واغفر لنا وارحمنا